تعالوا وياي خل نروح أنا وياك برحلة بسيطة بتاريخ العراق ونشوف هل رأيك السياسي الحالي هو رأيك أنت فعلا لو رأي السلطة الحاكمة اللي هي متحكمة برأيك بدون ما تدري. لو نرجع للعهد الملكي نشوف أنه العائلة الحاكمة هي ولائها لبريطانيا، فتلاحظ أنه الشعب العراقي بذيك الفترة ولاء لبريطانيا والإنجليز. ليش؟ لأنه جابوا لهم دولة، شرطة، جيش، مدارس، جامعات وإلى آخره. فجأة يجيك عبد الكريم قاسم بانقلاب 58 يكبر لك الصمونة وينقل لك بعض من سكان الجنوب إلى بغداد ويعطيهم أراضي ويسكنهم. فجأة يتحول الشعب العراقي إلى شنو؟ إلى شعب شيوعي يؤمن بالاتحاد السوفيتي، ويتحول العراق إلى موسكو الثانية. جاي تخيل وياي الشيوعية اللي اليوم هي كفر والحاد وهي اتهام بزمن عبد الكريم قاسم مثل النظام الحكم، تمام؟ بعدين يجيك من هو ينقلب عليه عبد السلام عارف. عبد السلام عارف هذا الرجل قومي عربي ناصري يؤمن بمن؟ يؤمن بجمال عبد الناصر ومصر. فيتحول لك الشعب فجأة إلى قومي يؤمن بجمال عبد الناصر والقومية العربية والهوية العربية وإلى آخره، ويصعد هذا الخطاب ويتحول الخطاب وين احنا كنا هسه وين صرنا بدون ما يدري الشعب. بعدين يجيك من هو؟ يجيك أخوه عبد الرحمن عارف. عبد الرحمن عارف نفس النمط مال أخوه بس نوعا ما معتدل، يتحول الشعب إلى قومي معتدل. جاي تخيل وياي؟ يجيك بعد من وراه أحمد حسن البكر. أحمد حسن البكر هذا الرجل بعثي اشتراكي، يصعد حزب البعث ويصعد إلى أن يوصل صدام إلى مسلة الحكم، ويوصل بال 79 إلى حكم العراق. ونفس النظام مال أحمد حسن البكر يتحكم به صدام ويدخلك حروب خليج أولى خليج ثانية، وهاي كل الشعب بروح بالدم نبديك يا صدام وفوت بيها وعزم خليها. يطلع من حربين خسائر ملايين العراقيين وملايين الدولارات واقتصاد تعبان وحصار والى اخره. فجأة يفكر صدام انه يكون متدين. زين صدام انه يكون متدين وحده يكون متدين؟ لا، اكيد اكو شعب كامل لازم كله يصير متدين لان صدام صار متدين. فيسوي لك حمله ايمانيه، يصعد لك مراجع، يسوي عندك خطب جمعه، يلبس النسوان الحجاب، يلغي حفلات القمار وحفلات المعرف شنو ودخل ويكتب القرآن بالدم والى اخره. يتحول لك الشعب الى شعب متدين فجأة هيك بسنة سنتين، وكل هالناس مقتنعة بهذا الشيء، ومن تجادله يقنعك انه هو هذا الصحيح. يسقط صدام، دخول الامريكان، دخول الاسلام السياسي، تصاعد المرجعيات، هنا دخل الدين بالحكم. تحول الخطاب الى شنو؟ شيعة، سنة، اكراد، دخول الديمقراطية. ديمقراطية شنو؟ بنص دولة ما تدري، يختلفون بيناتهم السياسيين، علقت دخلوا الشعب حرب طائفية سنتين. الشعب الشيعي يكره السني والسني يكره الشيعي والى اخره، والكردي يكره العربي والعربي يكره الكردي، ولحد الان بسبب شنو؟ السلطة. السلطة هي اللي تتحكم بعقلك وتاخذك وين ما تريد. الى ان اليوم وصلنا انه لازم بالسلطة شو تريد؟ انه تخليك انه تكون ولائي، واذا ما تكون ولائي فانت عميل صهيو امريكي ابن زانيه والى اخره. تقول له يابا انا ما اريد اكون عميل وطني وبس، العراق وبس، راح اسميك وطنشي. صارت كلمه الوطن كلمه معيبه، ومن تناقشه لا يعني قافل انه هو هذا الفكر الصحيح. وللعلم لو ترجع لكل الخطابات بكل تاريخ العراق هذا كله راح تشوف انه كل الخطابات هاي اللي سولفنا عنها كلها تتحدث عن الكرامه، الاحترام، الوطن والدين والشعب واحنا وش اسمه، وهو هذا الخطاب الصحيح. خطاب الدولة هو الصحيح. اي خطاب ثاني هو خطاب عمالة، خطاب تعبان، خطاب مشيطن والى اخره. واخيرا انا هنا اسالك، هل رايك اليوم هو رايك بالمجرد لو راي السلطة؟